روسيا هي الرابح الأكبر في الوقت الراهن. شهريا قناة السويس هتفقد حوالي 250 مليون دولار. أنا عندي حصار على المضيق. يمكن هنروح لجزء الديون هنتكلم عنه بشكل تفصيلي كمان شوية، ولكن خلينا كده في البداية بشكل سريع نتكلم عن الأحداث السياسية اللي بتحصل على المستوى العالمي دلوقتي وتأثيرها على الجنيه المصري. في الفترة الحالية أنا عندي المشكلات القائمة ما بين إيران وما بين بالفعل. أمريكا. طبعا. الحقيقة إن المقصد من هذا الأمر هي مشكلات من حيث شقين. أمريكا قصادها الجانب الصيني، مم. فإزاي إن أنا أحارب الجانب الصيني حرب هادئة أو حرب باردة؟ إزاي؟ لأن أنا بالنسبة لي الصين بتاخد الأويل أو خليني أقول البترول بتاعها من روسيا وبتاخده من إيران. مم. طيب بالنسبة لها أنا دلوقتي بعطلها إنها تاخد البترول بتاعها من إيران، فبقى عندي اتجاهها إلى مين؟ إلى روسيا. روسيا هي الرابح الأكبر في الوقت الراهن لأنها قدرت تصرف المخزون بتاعها. بالظبط. بالنسبة لها الأزمة بتاعتها مع أوكرانيا مم. أصبحت دلوقتي جمدت هذا الملف. عندي فيه ضغط أكتر، أو خليني أقول الضغط الأوروبي أنا كمان نزل أكتر، فهي رابح. طب الصين أقل من 20% من الاحتياجات بتاعتها من البترول. فإذا بالنسبة لي أدي أزمة ما بين إسرائيل وما بين إيران وما إلى ذلك، هي حرب تخص قناعة دينية. فهنا الاتجاه هذا على مستوى العالم أنا عمالة أواجه أزمات. طب أنا مشكلتي في إيه هنا؟ والله أنا عندي حصار على المضيق. طب هيحصل إيه دلوقتي؟ أنا عندي مشكلات. والله حركة الطيران هتتعطل. طب أنا عندي مشكلات. تعطل سلاسل الإمداد، عندي مشكلات. ليه؟ لأن أنا مش بمعزل عن العالم. مصر بالنسبة لي أنا عندي مصادر للناتج المحلي الإجمالي. هذه المصادر بتيجي من أشياء مختلفة. هذه المصادر زي قناة السويس. مم. لو استمرت الأزمة فمع وفق آخر توقع أنا شفته عالميا في أحد الجورنالز المعروفة دوليا، قالت إن شهريا قناة السويس هتفقد حوالي 250 مليون دولار. فده عندي مشكلة شهريا فظيعة. قناة السويس هتفقد يس، حوالي 250 مليون مليون دولار دولار إذا استمرت الأزمة الحالية، وتحديدا كلامنا عن الحرب. بالظبط. مم. طيب دي مش مصادر من مصادر الناتج المحلي الإجمالي للبلد طبعا. وخلي بالك احنا بقالنا فترة أصلا بنعاني من هذه الانخفاضات.